عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خبير تجميل العناية بالشعر والبشرة هبة خالد. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض ماسك الساحر العجيب في تفتيح البشرة. بيعمل على تفتيح وتبييض الوجه، وكمان بينور الوش جدا وبيديله نضارة وحيوية. بس قبل ما اتكلم عن الماسك بتاعي، حابة اقول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة اول باول. مكونات الوصفة سهلة وبسيطة جدا، ومن مميزاتها كمان ان هي غير مكلفة خالص. ايه هي مكونات الوصفة؟ عبارة عن معلقة من الترمس المطحون، معلقة من البن المطحون، ومعلقتين من الحليب السائل، وقطرات من عصير الليمون. طبعا اصحاب البشرة الحساسة مش هيستخدموا عصير الليمون علشان طبعا بيعمل التهابات للبشرة الحساسة خاصة، وكمان بيعمل احمرار. هقول تاني: معلقه من الترمس المطحون، معلقه من البن المطحون، وكمان نص ليمونه، ومعلقتين من الحليب السائل. ممكن اصحاب البشره الحساسه يستبدلوا الليمون بالماء الورد. طيب ده شكل الترمس، علشان الناس اللي سالتني على شكل الترمس المطحون، ده شكله اهو زي ما احنا شايفين. تمام. طيب بستخدم الوصفه دي ازاي؟ طبعا بغسل بشرتي كويس جدا، وببتدي احط الماسك على بشرتي لمده 20 دقيقه. الماسك ده يا جماعه من الحاجات المميزه جدا جدا جدا، من ضمن الماسكات الكتير اللي احنا بنعملها، ان هو بيعمل على ازاله الخلايا والجلد الميت. وكمان الترمس اللي موجود في الوصفه بيعدوا اكبر خبراء التجميل ان هو سيد الاقنعه في ازاله البقع والكلف والنمش. يعني ان شاء الله مع الاستمرار على الوصفه دي، لو احنا بنعاني من الكلف مش هيبقى عندنا كلف باذن الله. هنستخدمها 20 دقيقة على البشرة، وبعد ما ابتدي البشرة تنشف، يعني الماسك ينشف على بشرتي، ببتدي ازيل الماسك بحركات دائرية. لان طبعا الترمس فيه حبيبات خفيفة قوي هتعمل على تقشير الخلايا والجلد الميت اللي موجود في البشرة، وهتديني بشرة اكثر نضارة وحيوية. هنستخدمه 3 مرات في الاسبوع، او ان شاء الله هيجيب معانا نتائج ممتازة جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشترك اللايك عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه، وتشتركوا لي في القناه عشان يوصلكم كل جديد اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.